الجيران اللي اتجرأوا ويسألوا عن الريحة الغريبة اختفوا واحد ورا التاني. في حي الزيتون بيت عيلة العطار كان ملعون، الريحة اللي طالعة منه كانت ريحة موت. أول واحد سأل كان عم صابر جارهم، خبط على الباب الساعة 6 المغرب. الباب اتفتح سنة صغيرة، إيد غريبة طلعت وشدته جوه، والباب اتقفل وعم صابر مرجعش تاني. تاني يوم مراته راحت تدور عليه، خبطت، نفس الإيد ظهرت، شدتها جوه واختفت هي كمان. واحد ورا التاني كل اللي يقرب من البيت بيختفي، لحد ما الساعة 3 الفجر الجيران شافوا باب البيت بيتفتح وأشخاص بعيون فاضية بيطلعوا يمشوا في الشارع زي الزومبي. كانوا الجيران المفقودين، بس مش بشر عاديين. أم سيد اللي ساكنة قدامهم بصت من الشباك، شافتهم واقفين تحت بيبصولها، وفجأة رفعوا راسهم كلهم في نفس اللحظة. صرخت من الرعب وماتت بعدها بأيام. لما البوليس دخل بيت العطار ما لقوش حد، البيت كان فاضي، بس في السرداب لقوا حاجة واحدة: أسماء الجيران مكتوبة بالدم على الحيطة، وتحت كل اسم كلمة قريباً. لو انت ساكن في حي الزيتون ما تقربش من البيت ده، ولو سمعت خبطة على بابك الساعة 3 الفجر ما تفتحش.